عارفة إن في حركة واحدة بس لو عملتيها ممكن تخلي اللي قدامك يقولك الحقيقة وهو مرعوب؟ من غير ما تتكلمي ولا تسألي سؤال، النهاردة هعلمك سر الاستدراج الصامت، الحركة اللي بيستخدمها المحققين مع أذكى المجرمين عشان يخليهم ينهاروا ويعترفوا بكل حاجة. ركزي معايا عشان اللعبة دي هي اللي هتخليكي دايما الطرف الأقوى. في علم النفس في قاعدة بتقول الإنسان بيكره الفراغ. لما تسألي حد سؤال ويجاوب إجابة ناقصة أو بيحاول يداري حاجة، ما ترديش، بصي في عينه بهدوء وافضلي ساكتة لثواني. التوتر اللي بيخلقه صمتك ده بيجبر عقله إنه يملى الفراغ، وغالبا الحقيقة بتطلع في اللحظة دي على شكل كلام زيادة عشان يهرب من ضغط نظراتك. قاعدتنا الأولى في السيطرة الصامتة: المعلومة قوة والسكوت هو اللي بيجيبها. اتعلمي تراقبي أكتر ما تتكلمي، لأن اللي بيسمع كتير هو اللي بيعرف يمسك خيوط اللعبة في الآخر.